السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل كفتة الرز بالصلصة طبعا. حلوة قوي، طعمها جميل. باللحمة الجملي. يلا بينا نشوف الوصفة. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. عندنا المكونات هنا: نص كيلو لحمة جملي، بصلة متوسطة، نص راس توم، عندنا بقدونس، وعندنا شبت، وكزبرة. طبعا كل حاجة ربطة صغننة، يعني نص نص نص، نص ربطة شبت، نص ربطة بقدونس، نص ربطة كزبرة. البقدونس ممكن يغمق معاك الكفتة شوية، عشان كده ما تكتريش منه. طبعا نص كيلو اللحمة الجملي عليهم كوبايتين رز. هتاخدي الكلام ده كله مع بعض على شوية ملح، على شوية فلفل اسود، وتروحي على الجزار تخليه يفرمهم لك طبعا، وتيجي بقى تسمي الله كده وتصلي على سيدنا محمد، وبعدين تصبعيهم. هنصبع كده الكفتة مع بعض. مش هطول عليكم، هنعمل كام واحدة كده مع بعض، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. لو وصلت لحد هنا متنسناش في اللايك وفي الشير عشان نفيد الغير. طبعا وانت بتعملي الكفتة لازم تحطي رشة زيت كده، وتعملي كوباية شاي. انا هنا كنت بشرب شاي عشان اعمل الكفتة. طبعا كنت لسه فترة بقى وعاملة كوباية شاي، عشان الكفتة دي طبعا مزاج، لازم كوباية شاي معاها. فضلوا معايا الشاي. هنعمل بقى الكفتة، وبنتي طبعا كانت بتساعدني. كفاية بقى، كفاية شاي. انا خدت بقى الكلام ده وطلعت بره في الصالة، قعدت اعملهم، ودول بقى بنتي عملت معايا كام واحدة كده. يعني بصراحة هي احسن من عمايلي، يعني هي عملتهم احسن مني. هنكمل بقى بقيت كام حتة كده معاكم. عاملة كفتة سهلة جدا جدا: كوبايتين رز على نص كيلو لحمة جملي طبعا، ولازم اللحمة الجملي تكون فيها نسبة دهن. وقلت لكم بصلاية متوسطة، ونص راس توم، ملح وفلفل اسود فقط يا جماعة. وهنحط شبت وكزبرة. البقدونس بيغمق معانا شوية الكفتة، فعايزين تحطوه، عايزين مش عايزين براحتكم. كده خلاص كنا خلصنا كمية الكفتة مع بعض. طبعا اللهم بارك. انا بس حشت نصهم، انا قليتهم كلهم، بس نصهم حطيتهم لاختي، عشان كنت انا اكلت الكفته بتاعتها. فقلت لها لا، لازم احش لك حبه من معايا. هنا بقى عندنا الزيت، هنقلي بقى شويه كده. طبعا الزيت بيبقى سخن، وخلي بالك ما بيبقاش سخن قوي حامي نار عشان ما يحرقش معاك الكفته. والكفته دي بتنفش معاكوا طبعا في الزيت، يعني على قد ما تقدروا رفعوها. تنفش دلوقتي اللهم بارك. يعني انا نسيت برضو، انا مش اول مره اعمل كفته، انا نسيت ان انا ارفعها معاكم، فطلعت ما شاء الله منفوشه معانا وحلوه تملى العين يعني. كده بقى هنحمر معاكم الكفته واوريها لكم بعد كده. اول باول كده قلبيها عشان ما تتحرقش معاكي طبعا. شوفوا يعني ما شاء الله، يعني تخنت جدا ونفشت جدا جدا، تقوليش واكله محشي الكفته دي. هنطلع بقى ونصفي ونحط جنبنا طبعا البايركس اللي جنبنا ده ما شاء الله كبير كبير كبير، ما شاء الله كبير جدا يعني. فاحنا هنطلع بقى كده مع بعض ونصفي، ونحط رصة تانية مع بعض. هنعمل معاكم بقى واحدة كمان هنا. هي عملت معايا 4 رصات من دول، عملت معايا 4. هنا بقى طبعا كان التليفون واقع مني زي العادة. هبقى اوريكم انا بصور على ايه، عشان اللي مش قادر يجيب الستاند ده. هوريكم برضو حاجة حلوة قوي تصوروا عليها.
كده كانت الكمية كفتة حلوة جدا، وحشت منها حبة برضو زي ما قلت لكم، ما عملتهاش كلها. طبعا اللي عايز يقليها ويحطها في الفريزر يبقى يعملها مرة تانية، يبقى يعمل كده. هنا بقى طبعا هنعمل معاكم الصلصة. هنحط معلقة سمنة بلدي، اللي مش متوفر عنده معلقة سمنة بلدي ينزل بمعلقتين زيت. ماشي، انا كده حطيت معلقة سمنة ومعلقة زيت، هنسيحها واجيلكم. طبعا هنا ساحت. بعد كده عندنا بصلايه. طبعا هنا لازم البصلايه نعمل بصلايه متوسطه، انا ما كانش والله متوفر البصلايه، بس يا جماعه لازم في كفته بصلايه هتقطعي بصلايه تشوحيها وتنزلي عليها بفص توم برضو تشوحيه. انا هنا اكتفيت بالثوم فقط. وبعد كده حطينا نص شفشق طماطم، يعني قولي 4-5 كده طماطميات، اعصريهم وفرميهم ناعم ونزليهم تتسبك على النار مع البصلايه والطماطميه. هنا برضو كانت اتسبكت. هننزل بقى بالكفته اللي معانا. هننزل بالكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى عندنا شوربه. عندنا شويه شوربه. لو مش عندك بقى شوربه لحمه او فراخ، حطي نص مكعب مرقه مع كوبايه ميه وغليهم على النار وانزلي، هتبقى شوربه. هنا انا عملت كده طبعا. حطيت شويه شوربه ونرفعها تاني على النار تستوي بقى، تكمل سواها، وما تحطهاش على النار كتير عشان ما تتهرش منك. خلاص، بتخليها تكمل سواها، واول ما تخلص هنقدمها واوريها لكم. هنا برضو نسيت اقول لكم، قبل ما نحطها على النار نحط شويه فلفل اسود وشويه ملح فقط. وبعد كده بقى نرفعها على النار. وكده جهزت معانا احلى كفته هتدوقها في حياتك. عملناها مع شويه رز و... وان شاء الله تعجبكم الوصفه، والف هنا وشفا على قلوبكم. لو عجبتكم الوصفه متنسوناش بقى في اللايك وفي الشير عشان نفيد الغير. هنا طبعا انا بقى قلت ايه، اسرق لي بقى كفتايه كده بحبه صلصه محدش شايف حاجه. شكرا، سلام عليكم.